مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ يا هلا بيكم واهلا وسهلا بيكم بقناتي، وان شاء الله راح يعجبكم هذا الفلوج اللي راح انزله واللي راح تشوفوه هسه. بس قبل ما نبدي الفيديو اريد منكم تخلوا لي لايك وتخلوا اشتراك، اللي ما مشترك يشترك بالقناة. تدرون بعد عطلة، بدينا بالعطلة، خلصنا الامتحانات على خير وسلامة، ومن بعد يعني تعب ومشقة ودراسة وسهر، فخلصنا والحمد لله. بدينا نعزل الكتب، لأن باقية الكتب المدرسية والكتب البيتية، فبعد كافي الجنط البيتية والجنط المدرسية بدينا نعزل بيهم. سولفونا شلونكم ويا الامتحانات، شلونكم ويا الدراسة، استلمتوا النتائج، وإن شاء الله الكل ناجح، إن شاء الله الكل يستلم ثمرة تعبه ويفرح بنتيجة حلوة، ويفرح إن شاء الله ويفرح أهله. طبعا احنا لحد الآن بعدنا ما مستلمين النتائج، إن شاء الله بعد فد كم يوم، هيك يومين نستلمها. هنا كتب فنونة وكتب حمودي راح أعزلهن، أشيلهن أخليهن كلهم يعني بجنطة واحدة، لأن احنا عندنا مسوين كتب يعني جنط مدرسية وجنط بيتية. راح اخليهن كلهن كل يعني حمودي جنطته يعني واحد تصير، وفنون جنطتها واحد، واشيلهم واضمهم من الغرفة. واكيد طبعا من بعد الامتحانات والدراسة بالعطلة، يعني اكيد الاطفال يردون يطلعون يتونسون يغيرون جو شوية. فأنا بديت أولا قلت خلى ابني، طبعا تعرفون ابني صار عمره تقريبا يعني أشهر، اي، فلازم اسوي له هاي الاكلات الشوربات. فقلت ما دام ما عندي شي وما عندي دراسة، فخليني اسوي له شوربة بالمواد اللي عندي والخضروات اللي عندي، شوربة خضار هي. فحبيت اسوي له شوربة، وهسه راح ابدو وياكم وتشوفون. واللي عنده شوربات معينة، فد شوربات يعني مختلفة شوية، يكتب لنا اياها بالتعليقات حتى انا هم استفاد منكم وانتوا تستفادون من عندي. هنا هاي الألوان راح أخليهن بحافظتهن، لابد ما هم بالعطلة يردون، مرات يحتاجوا لهم لون أو قلم أو شي، فراح أخليهن على حطتهن، بس أخليهن بالجنطة يعني بقيهن. هنا راح أسوي شوربة عدس وياها خضار، ما راح أسوي هواي، تعرفون هو طفل يعني ما ياخذ كمية كبيرة، فمن كل شي راح أخلي شوية. هنا طماطية وبتيتاية صغيرونة ونص راس فلفل، وعندي كرفس مجفف، ساعتها يعني ما عندي الكرفس الطازج، فأخذت المجفف وخليتهم. وشنو عندكم بعد؟ جزر عندكم، الشجر، الشجر الأخضر الكوسة إذا تعرفوه. وهنا شوية ملح، خليت شوية مو هواي، شوية حتى يعني شوية استطعم بيها. اي، وشنو بعد عندكم تخلون خلوا. فأنا لأن هذه أول مرة يعني أوكله شوربة، فما رضيت أدخل البصل والثوم ما أعرف شنو، فخليت له فقط هذا الخضروات اللي شفتوها وشوية ماي، وراح أخليها على نار. وصلت لهذه المرحلة، المواد استوت كلها، الخضروات كلها استوت، شوفوها. هسه من بعد راح أخليها بالخلاط الكهربائي، يعني تبرد مو رأسة، خليها تبرد شوية وبعدين أخليها بالخلاط على مود أخلطها وتصير يعني مثل ما تقولون يعني يقدر يبتلعها. شلون صارت هيك؟ سهلة يعني يقدر عليها، فتصير كريمية. لا حارة، قوامها يصير كريمي، مش هقدر تنكب وما ينكب. وراح يشوفون بعدين يصير قوامها سلس حلو. طبعا هذا ابني وياي قاعد هو يشيل من الجدر ويخلي بالخلاط. طبعا انا ما اتصرف لي هيك، قمت شلته كله وفرغته لان بعد عرفون
لازم نختصر الوقت. راح اخلطه بالخلاط هيك على حطته، ما اخلي لا ماي ولا اي شي، لان هو اصلا باقي بيه شويه ماي سائل، يعني باقي بيه شويه سوائل. فشلته خليته بالخلاط، وصل هذه المرحله راح اطفيه. شوفوا الطفل يحتاج هيك شوربات بهالعمر، خصوصا اذا بعد خلينا وياه فد عظمه، يعني هيك عظم يفور وياه، يعني تنزل المادة والفوائد والكولاجين كلها وين تنزل بالشوربة. هذا مهم وضروري. ان شاء الله انا بالايام القادمة راح اخلي له هذا الشيء. اذا شوفان عندكم ايضا همه، فد حبتين تمر، هذا كله زين يقوي عظامه، لانه الطفل هسه بهالعمر يبدي ينشأ وتبدي يعني عظامه تنشأ، يبدي يكبر، فلازم هذه الشوربات مهمة إله. فهنا خلصنا الشوربة، شفتوا وكلته، استطعمها ما شاء الله حبها. وهنا راح نسوي لنا طلعة صغيرونة حلوة. طبعا الجهال من قبل لا تخلص الامتحانات هم يفكرون وين يطلعون، ويفكرون شنو يسوون. العفو. راح ناخذهم للمول. شوفوا هنا مشطت البنوتي، وراح نكمل ونطلع. طبعا هو المول مو بعيد علينا، يعني مسافة تقريبا 10 دقائق، اي 10 دقائق 12 دقيقة هيجي. رحنا العصر تقريبا بالخمسة، ورجعنا الساعة 9:30. هاي طلعة صغيرونة هاي. بعد تعرفون الأطفال ما يقبلون يرجعون بسرعة، هناك أهم ملاعيب ومطاعم بعد مول كل شي بيه، فما يقبلون يرجعون بساعة وساعتين. خليناهم على راحتهم إلى أن هم يعني كلش بعد تونسوا وما خلوا شي ما سووه. بعدين رجعنا. وهنا طبعا هذا الشارع ما شاء الله كل شي بيه، المحلات بأنواعها تجنن، المولات، المجمعات، مجمعات يعني بدلات الزفاف، عرائس. طبعا هاي اللي جاي تشوفوها هسه كلها موجودة بالأنستا، هذه المجمعات والمحلات هاي كلها بيجاتها بالأنستا، وكلها طبعا متابعيها. مجمع لوليتا يعني هواي مجمعات، فيونكا. وصلنا هنا للمول تايم سكوير، وإن شاء الله راح ننزل وتشوفون ويانا. وهذه الملاعيب مثل ما شفتوا، يعني كل مكان هالملاعيب. فاحنا ما خليناهم يشترون من البداية، قلنا لهم استونا داخلين خلينا نشوف بعدنا. هاي شغلات كلش حلوة، يعني هو كل شي بيه، العطور، محلات العطور، محلات الملابس، الذهب، الألماس، كل شي موجود هناك. وهاي الاكسسوارات والألعاب كلش حلو. طبعا شغلاتهم ايضا اكو شغلات مميزة، يعني ما نلقاها مثلا بالمحلات العادية. فعلا اكو شغلات مميزة وحلوة. محلات العصائر ايضا. وهاي بنوتي تمشي ومتونسة. هاي محلات الملابس، حلوة ملابسهم، يعني مثل الملابس الموجودة يعني بباقي الأماكن بالعشار وغيرها، وباقي المولات أيضا كله موجود هذا. وهنا محلات العطورات، أشكال العطورات، الماركات كلها موجودة هنا. شنو تردون موجود هنا. أكيد طبعا أغلب يعني هواي ناس رايحة للمول تايم سكوير وكلها شايفة هذه المحلات، بس بالنسبة يعني المحافظات، بالنسبة للأماكن البعيدة يلا كلي
الأقضية والنواحي، البصرة الأقضية والنواحي. يعني ما وصل الموضوع. وهنا هذا الجبس، هذا موتتنا عليه فنون. ماما ظنوا بارد يعني دائما لما نشوفه غير أماكن ورصدت يعني إنه ما موجود يخلص، يعني من الحافة المكان ما عجبني فما اشترينا عليه. شو بعده بارد. هسه شافتي ايش من الحافة تبغي؟ من الحافة يلا. طبعا هو مو حار، هذا مو بخار يعني حار. هذا بخار شلون الغاز يعني بارد يصير مرمور. اي اشتريناه. وهنا هذا أموري ابن الصغير قاعد يباوع للعالم. سبحان الله، يعني حتى الطفل يتونس من الطلعيب، يظل يعني يباوع، ينتبه على الناس، ينتبه على الملاعب، على الأضوية. يعني حتى الطفل يدرج لازم يعني الطفل يطلع يتونس. هاي يقول كانوا جنة الفردوس. القعدة بالبيت دائما تقنط. سوي دبل. ناخذ التذاكر حتى يلعبون كارت. هنا طبعا مسوين، شوفوا هنا مسوين عروض. هاي سعر البطاقة الفارغة 1000 دينار اللي من دون عرض. هنا العروض هاي مثل ما تشوفون البطاقة ب 10 تفوت يعني بطاقة يعني الصون إذا تقسطون البطاقة ب10,000 ينطوكم عرض بطاقة شبابها يقولوا والله مكتبة كأنما أنت ماخذة بطاقة تاخذين بطاقة 25. شنو بالشر إنما قاص بطاقة بالشر بار. 50,000. هاي هي عروضهم. ذاك اليوم اللي رحنا احنا بيه ما أعرف بعد أكيد يعني لها أيام جدا. احنا أخذنا لهم بطاقة لعبوا بيها تونسوا كل الشبعة وقصينا لهم 25. لعبوا بيها تقريبا ب50. لعبوا وشبعوا كل شيء. احنا نصور. شوفوا هاي اللعبة كلش حبيتها، حتى أنا لعبتها يعني كلش حلوة. لازم هسه حمودي شنو يسوي؟ يسجل جول على فنونة. أي هسه هنا من يسجل جول يسجل أكو هنا هذه الشاشة صغيرونة. هسه أراويكم إياها. هاي الشاشة تسجل الهدف اللي يجيبه إن كان حمودي أو فنونة. هسه يسجل عليها هدف وتطلع بالشاشة. كلش حلوة يعني تركز. هاي اللعبة تخلي الطفل يركز. مثل ما شفتوا هاي الشاشة الصغيرة هي هاي اللي تسجل الأهداف. وهنا حمودي طبعا لازم بلاي ولازم طوبة وما أعرف شنو، فقعد لعب بلاي وخذنا فنونة لغير مكان. ما شاء الله شوفوا هذا المكان هنا، هذا المكان كله ألعاب إلكترونية يعني تنظيم كلش حلو. هاي الصفحة اللي من هنا تصير هاي كلها ألعاب إلكترونية. فيعني مو بس بلاي، لا باسكت بول وما أعرف شنو، هواي شغلات يعني إلكترونية. شوفوا يعني حتى للكبار هم تصير. وهنا راح تصعد فنونة بهذه اللعبة، ما أعرف تقول سبونج بوب، هي سبونج بوب. راح تصعد بيها. بعدين أخذت غيرت رايها وراحت لعبت بهذه الدبابات تسحب لها دب. ما لحقت أصور أنا. يجي هذا الشنقال ينزل ياخذ لها لعبة، بس نزل الشنقال وكش ما حصلنا. أخذ اللعبة وطيحها. اي ما عتها حظ فنونة. اي جيت لقيتهم مخلصين يعني لاعبين هاي اللعبة. تصوير تاجري من أنا هذا إذا تنشرين يعني. اي أكيد أنا قناة على اليوتيوب. لا أنا قصدي على انستا. إذا تنشرين لا نستا اي عادي. شنو قناتك على اليوتيوب؟ مطبخ أم أفنان. أنت تتابع. اي
قولي لي أمور ينام، أقول له خليه ينام، أنا أريد ينام. صار لي ساعة في تربية أريد ينام. وهنا كملت رسمة فنونة مثل ما شفتوا، تنقش على الإيد، على يعني حنة بالإيد، وترسم على الوجه رسمة يعني حسب الطلب اللي يختارها الطفل ترسمها. فنونة رادت لولوكاتي، رسمت لها لولوكاتي، والبنات مناك مثل ما شفتوا نقشت على ايديهم، هم صورتهم. اي يعني حلو رسمها ما شاء الله. وكل رسمة يعني وسعرها. وهنا خلصنا وجعنا وجينا للمطعم، فلازم بعد يعني مطعم لازم ناكل. طلبنا وجبة وقعدنا ناكل، والجهال يقلبون بالمنيو ساعة، وبعدين قلنا لهم احجوا من دون منيو شنو تردون. أخذنا كريسبي وأخذنا ريزو دجاج ولبن وعصائر وبيبسي، وأكلنا وشبعنا والحمد لله. من وراء العشاء يعني طلعنا مباشرة، لأنه ما بينا حيل، تعبنا. هم هم تعبوا، أموري تعب وفنونة وحمودي تعبوا، فطلعنا يعني رأسة. وإن شاء الله عجبكم هذا الفيديو وعجبكم هذا الفلوج، وانتظروني في فيديوهات قادمة. وإن شاء الله يا ربي ما نسيتوني من اللايك، خلوا لايك حتى لا تنسون وتطلعون. وشكرا لكم ولمتابعتكم، ومع ألف ألف سلامة. باي باي.